بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قررت الدولة الجزائرية فرض التأشيرة على كل من يحمل الجواز المغربي، وهذا في بيان لوزارة الخارجية، ويحمل البيان تدهور العلاقات بين البلدين إلى تصرفات النظام المخزني. إخواني، تعرفوا بلي العلاقات الدبلوماسية منقطعة ما بين الجزائر والمغرب، ولكن برغم انقطاع العلاقات بين الجزائر والمغرب، الجزائر لم تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة من أجل تسهيل حرية التنقل والسفر والدخول للمواطنين المغاربة. حنا نعرفوا بلي كان علاقات ما بين الأسر الجزائرية والأسر المغربية، يعني رغم تدهور العلاقات الدبلوماسية، الجزائر ارتأت عدم فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة باش يقدروا يدخلوا الجزائر. ولكن للأسف المغرب استغل عدم فرض التأشيرة على المغاربة لإرسال جواسيس وأشخاص مشبوهين إلى الجزائر، واستغل هذه الفرصة هذه في تجارة المخدرات وتهريب الأشخاص، يعني المهاجرين غير الشرعيين، إلى الجزائر، ودعم تنظيمات مشبوهة تمس بمصلحة الوطن. يعني الدولة الجزائرية صبرت كثير، وهذا القرار وإن جاء متأخرا فهو قرار جيد، خاطر مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. نعم، المغاربة أشقاؤنا وإخواننا وأحبائنا، ولكن مصلحة الوطن تأتي فوق كل اعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.